ازيكم احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناتنا افكار وابتكار. يا رب تكونوا دايما بخير. مش عارفه اقول لكم صباح الخير ولا مساء الخير. هو يوم سعيد عليكم وخلاص، لان احنا الساعه 1 بعد نص الليل. آه، فقررت بكره ان شاء الله، او ولادي طلبوا من دلوقتي مني ان هم ياكلوا بكره ان شاء الله سمك مشوي. فهقول لكم ليه بقى انا قمت دلوقتي الساعه 1 بالليل اعمل البتنجان المملح وما عملتوش الصبح ليه، وهقول لكم اسهل طريقه وطريقه حلوه قوي هيطلع معاكي البتنجان المملح. طعمه حلو قوي، يقعد معاكي فتره طويله قوي، ممكن يقعد ازيد في التلاجة، ازيد من اسبوعين. بصي، ده اول حاجه بسم الله ما شاء الله البرنجان البلدي بتاعنا اللي هو بيلمع اهو، طازه وجميل بسم الله ما شاء الله. اول حاجه بفتحه فتحتين صغيرين كده من الجنب. خد الطبق انا ده جنبي كده. شقيت كل الكمية اللي انا هعملها، يعني غزتها غزة كده بالسكينة، فتحة صغيرة. وهبدأ اضيف عليها معلقة ملح ممسوحة، وهغطسه كده في المية وهسيبه تقريبا ربع ساعة لتلت ساعة على حسب السوا بتاعه. وهرجع بقى اقولك انا ليه عملته من بالليل ما عملتوش الصبح، وهقولك سر التتبيله اللي هتخليه يقعد معاكي في التلاجة اكتر من اسبوعين، طعمه مش هيغير والكل هيقولك عاملاه ازاي. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي اسرارنا وحركاتنا النهارده معاكي ايه. كده قمرايه البتنجان بتاعنا استوى، وزي ما انت شايفه كده هو سخن وقطعته بسم الله ما شاء الله. زي ما تقولي ينزل من جوه كده زي زيت ومش مبذر ولونه جميل. اهم حاجه خطوه بقى ما تخلوش يسود معانا، هو سخن كده. احنا لسه هنعمل التتبيله بتاعته، بس اهم خطوه ان انت بتعصري ليمون جواه كده وهو لسه سخن. طبعا هو البتنجان بيحب الليمون، البتنجان المملح بالذات. بصي بتفتحي قلبها كده وتعصري ليمون كويس. لسه بقى هنكمل، بس هنخليها على جنب ونشوف بقى احنا هنعمل ايه، محتاجين ايه في الكبه بتاعتنا النهارده. بصي قرن فلفل، قرن شطه، تحطي واحد او اتنين، انا هكتفي بواحد بصراحه علشان ريحته حر قوي. ودي فلفله الوان، مش هتفرق كتير لو ما عندكيش ملونه احمر واخضر، ممكن تحطيها لون واحد. حط شويه وهنحط تقريبا كده تلت كوبايه خل. هنا المعلقه الكبيره حطيت معلقه منها فلفل ومعلقه برضو ممسوحه ملح، لان احنا حاطين فيه ملح. والاساسي بقى اللي هيديله طعم حلو قوي ده بنجر مخزنه في الفريزر، هبقى اعمله معاكي فيديو تاني اوريكي بنخزنه ازاي ويقعد معاكي من السنه للسنه. ده علشان لو انت حابه تديله لون احمر كده حلو. هنضرب ده في الكبه وارجع اوريكي. ده بعد ما اتضرب في الكبه هناخد تقريبا 3/4 الكميه، هنحطها في طبق معانا اهو. وانا ملاحظه ان انا محطتش توم، طبعا عشان الناس اللي اجي على بالها الوقت تقول هي ما حطتش توم. عشان يفضل معاكي، دي الخطوه بقى اللي قلتلك عليها، عشان يفضل معاكي من السنه للسنه. احنا بعد ما ضربناه يفضل معاكي اسفه احنا كنا بنتكلم على البنجر. عشان يفضل معاكي اسبوعين في التلاجة، طلعي طبعا الكميه اللي انت محتاجاها او هتاكليها وتسيبي الباقي في العلبه زي ما هنخزنه، وهوريكي لسه هنعمل فيه ايه. عصرنا عليه برضو ليمونه عشان يفضل معاكي الوقت ده.
ما تحطيش توم. ممكن لو انت حابه بقى تاكليه توم بتحطي، يعني بتطلعي الكميه اللي هتاكليها قبل ما تاكلي بنص ساعه كده، وتقومي حاطه فيها التوم. توم يكون مهروس عندك، وتاكليه بالهنا والشفا. احنا كده انا هعبي الكميه اللي ده هنا عشان اوريك هنعمل فيه ايه. بصي بجد بالطريقه ديت هتاكلي صوابعك وراه، وهتلاقي لونه حلو وطعمه كمان نضيف كده، وطعمه شكله حلو، وهيطول معاكي ان شاء الله. طبعا لو فضل معاكي كميه من التتبيله ديت زي ما قلتلك، ممكن تحطيها في كيس تلاجة وتحطيها في الفريزر. ساعة لما تعوزي تملحي برنجان تاني بتسهل عليكي، وبتطلعيها وتستخدميها على طول. بصوا كده خلص خلاف. خلصت الكميه وهرجع اقولك بقى لسه هنعمله ايه وهنبيته له. كده خلصت الكميه اللي معايا، وهقولك بقى هنديله طعم حلو قوي، وهتخليه مملح. كل اللي هيدوق عندك هيتهبل عليه وهيقولك عاملاه ازاي. اول حاجه احنا في الكبه لسه شويه فلافله باقيين زي ما قلتلك عنهم في الفريزر لما اجي املح تاني. يعني هحاول اصفي كده ايه يدوي، مش لازم مصفى ولا حاجه. اخدت الميه، الخطوه دي بقى هنبدا نزود عليها رشه كده خفيفه ملح، وهنعصر عليها ليمونه، شويه خل عشان ما يبقاش طعمه خل قوي. احنا عايزين نزود الميه شويه، هنحط يعني ربع كوبايه ميه، ده على قد الكميه اللي معايا. لو انت عامله كميه اكبر ممكن تحطي الكوبايه كلها. بصي بقى ميه التمليح بتاعته، بسم الله ما شاء الله. لك بقى البرنجان هنا، علشان كده بقى قلتلك ايه هنبيته. لما بيبات بقى في التمليح والتتبيله دي وميه التمليح دي بصراحه بتاكليه تاني يوم بتلاقي شارب التتبيله واخد الطعم كله، طعمه حلو قوي منها، وبتحسي ان هو كده متشرب منها وطعمه حلو قوي، مش زي ما بتاكليه في اول يوم. هنبي علبه بغطا او بتغطيها بستريتش وبتسيبيه في التلاجة زي ما قلتلك لتاني يوم. قعد معاكي بقى اسبوعين في التلاجة، مش هيجراله اي حاجه، وهيبقى طعمه كانك لسه عاملاه، وبالعكس احلى كمان. لو عجبتك الوصفه بتاعتنا النهارده اعملي لايك وشير عشان يوصلك ان شاء الله مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.